السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى الروتين بتاعنا جامد شوية لأن عندي شغل كتير جدا في البيت. بصوا، أول حاجة أنا قمت الصبح كده، انتوا عارفين، شربت النسكافيه بتاعي، وبعدين قمت شفت اللي ورايا. أنا كنت مشغلة الغسالة من بالليل عشان أول لما أقوم الصبح أنشر على طول. أنا نشرت وخلاص بنشر معاكم اهو. وكمان هنعمل ايه، هننضف للقطط، يعني الناس اللي هي عندها حيوانات زيي قبل ما تيجي تروق وتنضف وكده تنضف القطط بالمرة عشان خاطر ايه ما تبهدلش الدنيا وشعرهم اللي بيقع وكده. بصوا بقى كده، انا كنت بقول ايه يا ربي والله نسيت. كنت بقول لكم ان بعد ما هننضف للقطط كمان هننضف بقى شويه كده البيت كده على خفيف عشان خاطر ايه شعر القطط بيقع وكده. وانا ان شاء الله مستنيه بس ايه الجو يتحسن، واول لما الصيف يبتدي كده يطلع هحلق لهم تاني شعرهم، هخليه على الزيرو. يعني بيني وبينكم ان هو نظافه، يعني حتى كمان لو حشره معديه عليهم ولا حاجه بتشوفيها بيبقى باين. دي نصايح يعني للناس اللي هي عندهم قطط او بيربوا حيوانات. بصوا هنا بقى كان شويه غسيل، مش قادره اقول لكم كان كتير ازاي. غسيل الشتا ده بجد متعب جدا، فاحسن حاجه ان انتي مثلا قبل ما تيجي تنامي ولا حاجه شغلي الغساله. المهم بقى ايه، زي ما بقول لكم كده، والله انتوا عارفين ان انا في الفيديو ده والله كنت تعبانة جدا. يعني عندي برد في جسمي. انتوا عارفين بقى لما البرد بيبقى في الجسم كده بيبقى مكسر الجسم خالص والله، بس عشان خاطر كنتوا بقوم اشتغل وعشان خاطر كلامكم الحلو وبصراحة كنت عايزة اشكر حبيبتي ام ساجدة من الامارات. هي حبيبتي على طول والله، بتكتب لي كلام حلو يعني، وكومنتاتها كلها على دماغي وعلى راسي من فوق. ربنا يخليكي يعني ليا بجد. ومش عايزه انسى حد بقى، هما كتير بقى بصراحه بقى منا ويعني ناس كتير كتير بجد، واسراء يعني يا ريت كلهم يسمعوا الفيديو ده، لاني بجد انا بحبكم جدا جدا، وفعلا حب الناس ده نعمة وكنز لا يفنى بصوا بقى، انا بقول لكم احنا كنا طبعا كانت الشمس طالعه وكان اليوم ده كان خطير وجميل، بس زي ما انتوا شايفين احنا حاطين الستاره، فالستاره مداريه. بس يعني ايه في حته باينه يعني مش قادره اقول لكم الجو في اسكندريه جميل جدا، وبالذات في الشتاء. الناس اللي بتحب اسكندريه في الشتاء فعلا هي رائعه رائعه رائعه، يعني كلمه رائعه شويه. ومش قادره اقول لكم بقى انا من عشاق اكل الايس كريم في اسكندريه بالذات. في الشتاء قصدي، في اسكندريه ايه. بصوا بقى هنا احنا كنا بننضف للقطط اهو قبل ما نشتغل واكنس وكده ونروق الاوضه مع بعض. بصوا بقول لهم انتوا متاكدين ان الكاميرا مفتوحه بصوا، اول واحد استاذ ميشو. اول حاجه كده بجيب القطن اللي هو بتاع الودان، ولازم الباسكت الزباله يبقى جنبي، وبحط له قطره تنظيف الودان بتاعه القطط مخصصه ليها. والله فعلا يعني مصاريفهم اكن عندك بيبي، يعني عشان تبقوا عارفين اللي بيفكر بس يجيب قطط لازم يبقى عارف هو هيصرف قد ايه، بس والله ربنا اللي بيرزق يعني. فانا حطيت لهم، بحط له القطره نقطه هنا ونقطه هنا، وبنضفها بقى كده بالقطنه يعني. بصوا بقى بعد ما بنضف ودانهم كده بحط نقطة هنا ونقطة هنا من النقط بتاعة الودان دي مخصصة للقطط، وبعدين بالقطن بتاع الودان ده بنضف ودنهم كده يا دوبك، بس اشيل الشمع اللي عليه بالراحة خالص. ودي بودرة بقى، دي ريحتها حلوة قوي قوي، غير كمان ان هي مفيدة، ان هي طاردة للحشرات، يعني اي حشرة تيجي تقف عليهم تشم ريحة البودرة دي تطلع تجري. غير ان هي فعلا ريحتها جميلة، يعني
اكنك كده حطيتي برفان للقطط. بصوا بحط كمية كده مناسبة وادعك لهم شعرهم. ودي كمان بديلة للاستحمام، يعني مش لازم نحميهم في الشتاء وكده، البودرة دي بتبقى كافية ليهم جدا، وخصوصا ان هم يعني مش بيحبوا المية قوي يعني ده انا اللي حببتهم في المية وكده. بس كده خلاص. طبعا انا عندي 4 قطط، فكل واحدة هعمل لها الحكاية دي. وربنا يعيننا يا رب، ووديني باخد ثواب. بس انا بحبهم جدا. بس هي المشكلة ان انتي اللي بيربي قطط بيبقى اكنه ايه، اكنه عنده بيبي صغير. لازم اللي يربي قطط او حيوانات عموما يبقى عارف ان هو كان عنده نونو صغير في البيت. هجيب بقى القطة التانية اهو. بصوا دي مرمر برضو، هعمل لها ودنها وهنضف لها ودنها. بس دي بقى ودنها على طول حساسة، اكتر قطة عندي ودنها حساسة، لازم على طول على طول انضف لها ودنها بالنقط وبالعيدان اللي هي بتاعة القطن دي. هنا بقى انا هنضف الكنبة لان هي كانت مليانة تراب، وكمان كان فيها بواقي لعب وبواقي حاجات كده. كل شوية الاقي حاجة بجد والله تعبت. شايفين كمان استاذ ميشو قاعد عامل نفسه ايه، جينيوس معلم قاعد على الكنبة اكني بنضف له هو والله العظيم. بصوا كمان السرير متبهدل خالص، يعني بصوا القطط قاعدة عليه برضو، ما هما بيقعدوا يلعبوا ويفركوا عليه يخلوه بقى متبهدل جدا. انا هنا بشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة. بصوا كل شوية الاقي حاجات صغيرة لعب ارميها وهلاقي تاني اهو. بصوا خلاص كده برش رشة بسيطة خالص من الديتول، يا دوبك امسح بيها كده. هتقولوا لي الخشب ومش عارفة ايه، والله انا بعمل الحكاية دي على طول ومش بيعمل حاجة، لان زي ما بقولكوا هي رشة خفيفة وبمسح بالفوطة زي ما انتوا شايفين كده، بمسح بالفوطة من فوق، يعني حاجة بسيطة خالص يا دوبك. انا بحس بس ان هي بتديها لمعة كده. بصوا عارفين حتى الشوز بتاع العروسة انا ملقيتهوش، مش عارفين ودوه فين يعني دي لعبي عايزين منها ايه. بصوا كمان اللب والتسالي بتاعتي وادواتي، كل شوية ارمي حاجة، زهقوني بجد. ربنا يهدي، ربنا يهدي كل العيال. بصوا كمان هشيل الحاجة دي، بقولكوا كانت متبهدلة. وبعدين انا قلتلكوا قبل كده 60 مرة الكنبة دي غالية عندي غالية عندي غالية عندي من ريحة بابايا الله يرحمه. يعني كذا مرة يبقى جوزي مش عايزها ولا كده وانا مصممة عليها برضو لا، لان بجد الكنبة دي والسرير دول بتوع بابا الله يرحمه، هو اداهم لي، فانا في اي حتة باخدهم معايا مش بسيبهم يعني، لان هما غاليين عندي جدا. خلاص كده بقى هبتدي بقى ايه. هنا كنت بشوف الكاميرا لاني كان عادي مرزوقة، يعني انا مرزوقة ايه بس مرزقة. على طول بلاقيها قفلت الكاميرا، معرفش ليه، يعني ابقى مشغلها الاقيها قفلت. بصوا بقى انا هنا ههد المعبد على اللي فيه، وميشو برضو مصمم قاعد، انا هكرشه برضو مفيش فايدة. بصوا بقى لقيت حاجات والله واقعة على الكنبة، حاجات صغيرة كده لعب اطفال، اعمل فيهم ايه اعمل فيهم ايه. نفضتها وفرشتها. بصوا بقى السرير كان متبهدل خالص، بس هحط الحاجة بتاعت الكنبة. وزي ما انتوا شايفين محمد ابني كل شوية يجي يلوك معايا، يموت اول لما اشتغل يحب يلوك بقى، يقعد يلوك معايا كده على الفاضية والمليانة بصوا بقى المخدات دي احنا بنحب واحنا قاعدين نسند على المخدات وكده. نيجي بقى هنا بطبق الدفايات دي والله العظيم احلى 100 مرة من البطاطين الكبيرة اللي داهية على الفاضي دي بجد. يعني
بجد في ناس كتير بتحبها وانا من ضمنهم طبعا. بقول لها عايزه ايه. هنا كنت بحسب بقى ان في حاجه لازقه، طلعت برضو لعبه. اعمل ايه في عيالي دول؟ هيجننوني بجد، هما والقطط هيجننوني. فين وفين لما شميتها عرفت ان هي لعبه. بصوا الوانهم كمان حلوه قوي، وانا الحمد لله انا بعرف احافظ على الحاجات كويس جدا. هنا كمان الدفايه الحمرا دي انا بستغطى بالتلاتة دول، يعني مش بطير بطاطين خالص. بقول لكم بصوا الهانم نايمه ازاي. يعني اجي اعمل الكنبه الاقي ميشو، اجي اعمل السرير الاقي سيمبا الكلب، احنا مسمينها كده سيمبا الكلب عشان هو ذكر. ولا هي هنا انا بنضف البيت ليهم. والله العظيم انا بحس ان انا بنضف، انتوا مش عارفين هما بيحبوا النظافه ازاي، وبيبقوا فرحانين قوي ان انا بنضف. ليه معرفش، عشان يوسخوا البيت تاني. كمان دي بقى دي مش دفايه، دي اسمها نص بطانيه، انا قلت لكم قبل كده عليها. بصوا بقى كده بطبقها اهو. طبعا هي خفيفة لان البطانية اللي بتبقى تقيلة وكده، بس بصوا بقى السرير مبهدلينه جدا جدا. يعني على اخره. بصوا برضو مش عايزة تنزل. هشيل هغير بس المخدات، هغير كيس المخدة، لان ده كل يومين كده لازم نغيره، عشان كمان القطط وكده نظافة. حلو قوي اكياس المخدات دي، عندي بقى اكياس مخدات ما بترضاش تطلع. هنا بقى بنفض السرير، بصوا بهدلته ازاي السرير، وبرضو مش عايزة تنزل. شايفين انا عدلت السرير وطلعت تاني. هنا بقى بلبس المخدات، سهلة خالص. بصوا حتى ميشو جاي يشدلي المخدة، اعمل فيهم ايه؟ نكتة عايشين في حديقة الحيوان. بصوا خلاص كده كله تمام. عايزة بقى لايكات كتير، لان بجد انا كنت تعبانة و... وقمت اصور برضه عشان خاطر عيونكم الحلوين والكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه، ما تحرمش يا رب منكم احلى متابعين في الدنيا. هنا بقى كنت بكنس الأوضة، بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بكنسها كانت يعني وحشة جدا، بجد كانت وحشة جدا. بصوا كمان في حاجات واقعة بشيلها، بعمل تحتيها كمان. اتخيلت. بقول لكم بصوا كمان تحت السرير كده بيبقى من اللعب والحاجات، في حاجات واقعة على جنب كده، فانا برضو بعملها، تبقى سهلة جدا الصراحة. والسجادة طبعا شلت الفرشة اللي انا كنت حطاها ونفضتها وحطيتها في باسكت الغسيل عشان خاطر تتغسل، وهحط واحدة جديدة. بقول لكم بصوا الأوضة نطفت ازاي وبقت فلة. بقول لكم بصوا هنا بقى في اكياس وفي حاجات هنشيلها كده مع بعض، وهنا برضو في حاجات كده. يلا شوفوا وشكم بخير في فيديو تاني ان شاء الله. السلام.